السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو واقتراح جديد. ان شاء الله يلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال، ما يصوف ما يغمال ما يخماج ما يهبط ما يضيع. اليوم غنشارك معكم حامض مصير او حامض مرقد باسهل وانجح طريقه للتحضير. بما ان هذا وقته علاش عليك مازال تشريه. الحبه ب8 كيلو، كيجي رائع وحسن حتى ملي كيتباع. حامض مرقد او حامض مصير يبقى حتى لسنه محافظ على الجوده، ما يهبط ما يضيع. في عجبكم الفيديو فكنتمنى تشجعوني بلايك وتقاسموا لا فيديو مع معارفكم وحبابكم. واذا كنتم مازال ما شاركتوش في القناه فكندعوكم للاشتراك بالضغط على الزر الاحمر ابوني وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. نخليكم مع تتمه الفيديو ونبداو على بركه الله. وغنمروا نغسلوا الحامض. هنا خديت شيته اللي كنغسل بها الفواكه والخضر، وانتم خذوا اي شيته اللي كتكون عندكم هكا نقيه وكتغسلوا بها الفواكه والخضر. هنا كنغسل حبه بحبه مزيان باش كنزولوا داك الشوائب منه. اختاريت انا هنا الحامض الرومي بما انه كيتواجد بكثره وبثمن اللي هو جد مناسب. يعني في هذه الفتره هذه يعني نغتنموا الفرصه ونشريو هذا الحامض، لانه كيكون غالي كيف ما كنعرفوا في رمضان وكذلك في الصيف. نختاروا نشريو في هذه الفتره هذه ونحضروا به الحامض المصير ديالنا. كيف ما قل لكم يعني بثمن حامضه مصيره راه كنشريو كيلو ديال الحامض، راه رخيص في هذه الفتره هذه. اغتنموا الفرصه وشريوا الحامض وحضروا الحامض المصير في المنزل، كيبقى دائما افضل وكيبقى دائما كنشريو بثمن اللي هو مناسب وكيخرج لنا واحد الكميه اللي هي كثيره واقتصادي في نفس الوقت. نحضروه في المنزل فقط. هنا غادي نغسلوا الغسله الاولى وكذلك ضيفوا واحد شويه ديال الخل الماء ديالكم باش كتعقموا داك الحامض مزيان. غادي نغسلوا كذلك للمره الثانيه باش كيتغسل ليا مزيان وكيتنقى، وكنصفيو داك الماء ديالو كيكون لنا صافي. صافي هنا غادي نغسلوا للمره الثانيه. وبالنسبه للحامض الرومي راه كيختلف اختلاف كبير مع الحامض البلدي بوصره. كيختلفوا في القيمه الغذائيه، في الثمن، كذلك في المذاق وحتى في العصاره اللي كيطلق. دابا الحامض الرومي تيكون شويه قاصح، كيطلق داك العصاره بطيئه، بخلاف الحامض البلدي بوصره راه كيكون فتي وكيطلق لينا دغيا داك العصاره. من بعد غادي نصفي هذا الحامض وغادي نخليه كيقطر في هذه الشبيكه هذه. يعني هنا ضروري تخليه يقطر مزيان مزيان مزيان، يعني حتى ما قطر لكمش مزيان غتاخذوا واحد السربيطه وغادي تمسحوا ليا حبه بحبه. يعني ضروري ما تمسحوا ليا حبه بحبه، خاص داك الماء ما يبقاش فيه حتى كتنشفوه مزيان مزيان مزيان. يعني هاد العمليه راها ضروريه ومهمه. كيف ما كتلاحظوا معايا الحامض المصير كنشريوه بثمن باهظ. يعني كيف ما قلت لكم سابقا ثمن حبه واحده راه كتساوي كيلو. يعني في هذا الوقت هذا اغتنموا الفرصه وشريوا الحامض وحضروا به هذا الحامض المصير اللي كيجي ناجح. يعني من اول تجربه حامض يعني كينجح معكم وكيبقى محافظ على الجوده ديالو لمده اطول، يعني من سنه لاكثر، يعني من عام الاكثر ما فوق راه تيبقى محافظ على الجوده ديالو. فقط تبعوا غير الطريقه معايا والتفاصيل. هنا غادي ناخذ واحد القرعه ديال الزجاج، وكنفضل من الافضل تكون قرعه من الزجاج. غسلتها مزيان وعقمتها بالخل وخليتها يعني كتقطر، يعني حتى كتقطر مزيان ما تبقاش فيها حتى هي كذلك حتى نقيطه ديال الماء. هنا خديت الملحه، وبالنسبه للملحه اللي كنصحكم بها ما تستعملوش داك الملحه اللي كتكون ديال العلبه. كنصحكم تستعملوا الملحه اللي استعملت انا، الملحه ديال الحيه. الملحه الحيه راها كتباع عند العطار، يعني ماشي شي حاجه اللي غتجيبوها من شي بلاصه اللي هي بعيده، راه العطار تيبيعها. الملحه الحيه البنات كنأكد عليها، الملحه الحيه راه هي كتكون شويه غليظه وكتكون بعمرات فيها واحد يعني تروسات هكا اللي كيكونوا خشانين بزاف وغلاظ. يا اما تدقوهم هكا بالمهراز شويه او دوزوهم في الطحانه الكهربائيه غير واحد شويه ماشي بزاف. انا كناخذ الحامضه وكنقطعها للنصف، كنقطع غير النص ديالها، ما كنهبطش بالسكين حتى الاسفل، غير حد النص كنحبس. كنعمرها بمعلقه كبيره ديال الملحه اولا 2 معالق صغار. ممكن كذلك تقطعوها بحال اللي قطعت انا، ما توصلوهاش حتى النصف وتقلبوها الجهه المعاكسه، وكذلك تقطعوها هكا واحد شويه وما توصلوهاش كذلك للنصف وتعمروها من هذه الجهه بالملحه ومن الجهه الثانيه كذلك بالملحه.
انا اختاريت هاد الطريقه اللي هي سهله حتى هي راها ناجحه، وانتم كيبقى لكم كل الاختيار. وكيف ما قلت لكم الحامض يعني الرومي تيكون شويه قاصح، ما كيطلق ليناش داك العصاره دغيا هكا. باش كتشوفوا داك المالين اللي كيبيعوا الحامض مرقد والزيتون كذلك تيحضروا هما داك الحامض ديال البصره البلدي، لانه دغيا كيطلق داك العصاره وكيطيب دغيا. وواش حيت رطب، لانه رطب كيف ما قلت لكم راه المذاق ديالو بنين بزاف ديال الحامض يعني هذا الرومي، ولكن هذاك ما كيتواجدش دائما، كيكون ليه فواحد الفتره. بما ان هذا الحامض الرومي كذلك راه كيتواجد في جميع الفصول، غير هو كيف ما قلت لكم سابقا تيكون غالي في رمضان وفي كذلك في فصل الصيف. هنا كنبقاو ندكو كيف ما لاحظتوا معايا، كنبداو ندكو داك الحامض، يعني كنضغطوا عليه باش ما نخليوش داك الفراغات ما بين الحامضه وحامضه. هانتوما لاحظوا كيفاش كندير، يعني كنضغطوا عليه بقوه، يعني كنحاولوا ندكو داك الحامض منها، ما كنخليوش الفراغات، ومنها كنضغطوا عليه راه كيخرج داك العصاره ديالو، داك العصاره اللي كتكون فيه. يعني راه ناجح 100%. يعني راه انتبهوا ليا، راه غير ديروا الملحه، ما تخافوش، راه الملحه ما كتذوبش، راه هي اللي كتحافظ لينا على هذا الحامض لمده اطول. راه هذيك الملحه هي اللي كتفاعل مع الملحه، داك الملحه راه هي اللي كتفاعل عفوا مع الحامض، وكيخرجوا لينا وكيطلقوا لينا داك الماء اولا داك السيرو اولا نقولوا داك العصاره اللي كتطلع لينا فوق الحامض وكتغطي لينا الحامض ديالنا وكتحافظ عليه باش ما كيصوف ما كيغمال، وكيبقى لنا المده اطول، يعني من سنه حتى الفوق كيبقى محافظ على الجوده ديالو. انتبهوا البنات، راه ما كيغمال ما كيصوف، وكيبقى محافظ لينا حتى على داك القوام ديالو، كيبقى صاين. يعني الملحه ما تخافوش منها. صافي هنا في النهايه من بعد ما كنوضع الحامض ديالي كنوضع من الاعلى كذلك الملحه. ديروا الملحه كيف ما قلت لكم راه ما كتذوبش، راه هي اللي كتحافظ لينا عليه من الغموليه، ما كيغمل ما كيصوف. كنعاود نقولها ونقولها. انا شاركت معكم هذه هي الطريقه التقليديه ديال الامهات ديالنا، يعني وطريقه اللي ناجحه، وان شاء الله نحضر معكم طريقه اخرى حتى هي ناجحه. صافي هنا كديروا ممكن ديروا واحد القطعه ديال السلوفان وتغطيو بالغلقه ديالكم باحكام. هنا غادي نوضعها في البلاكار، وغادي نشارك معكم في الفيديو الموالي. يعني راه مازال غادي نضيف ليه الحامض اخر، لان هذا الحامض راه كينزل، وغادي نزيد نضيف حامض اخر من الاعلى، وكنبدا ندك فيه ضروري باش كطلع داك تزيد تطلع داك العصاره من الاعلى. ومن بعد مرور واحد 4 ايام حتى الاسبوع غادي تراقبوا الحامض ديالكم، الا شفتوه بدا كيطلق داك العصاره ديالو غادي تفتحوا على القرعه ديالكم وغادي تبداو تضغطوا على داك الحامض مزيان مزيان، وغادي تزيدوا تضيفوا له حامض اخر اللي بنفس الطريقه معمر بالملحه، وانتم كتضغطوا غتبقاو تلاحظوا داك العصاره بدات كتطلع ليه حتى الاعلى. غادي ترشوا عليه كذلك واحد الكميه ديال الملحه من الاعلى، وغادي تسدوا القرعه ديالكم باحكام وغادي ترجعوها للبلاكار. ان شاء الله في الفيديو القادم غادي نتقاسم معكم هاد الاضافات اللي ضفت ليه بالتفصيل، وغادي نتقاسم معكم كذلك المده اللي خدا معايا باش وجد لي الحامض مصير. فكنتمنى ما تنساونيش دائما من تشجيعاتكم وتعليقاتكم المحفزه. وإلا كنتم من المشتركين الجدد وعجبكم محتوى القناة فكنتمنى تنضموا وتفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات. نخليكم على خير وإلى فيديو جديد إن شاء الله.